السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن سمكتين شديد التشابه مع بعض، ومن السهل جدا ان ينضحك عليك وتتغش فيهم. انا بقى ان شاء الله هقول لكم على الفروق القاطعة الفاصلة ما بينهم، وهقول لكم على المعلومات لأول مرة تسمعوها، بس تابعوا الفيديو للآخر. السمكتين دول هما البوري والطبار. البوري اسمه الميوجرسيفرس، والطبار اسمه الميوجل كابيتا. يعني هما الاتنين من عيلة واحدة وشبه بعض جدا، لكن السعر والطعم مختلف تماما. هقول لكم على اوضح الفروقات ما بينهم عشان ما نضحكش عليكم تاني. مبدئيا كده احنا بنميز بين السمك وبعضه بالزعانف، لكن عندنا هنا في البوري والطبار الزعانف نفس العدد ونفس الشكل، ففكرة الزعانف مش موجودة خالص للتفرقة بين البوري والطبار. اول فرق بقى هو الفرق في السعر. الفرق في السعر النهارده في السوق بين البوري والطبار 50 جنيه في الكيلو. انا مش هقول لكم السعر النهارده انا جايباه بكام، اكتبوا لي انتوا في الكومنتات السعر عندكم، سعر الطبار كام وسعر البوري بكام، وانتوا من اي منطقه. تاني فرق بقى نميز بيه بين البوري والطبار هو الحجم. ده كان اكبر حجم سمكه طبار لقيتها عند البياع، في حين ان دي كان اصغر حجم سمكه بوري لقيتها برضو عند البياع. سمك الطبار غالبا ما بيوصلش لاحجام كبيره، يعني ممكن تكون دي لو هي يعني كبيره قوي ممكن تكون اكبر من دي مثلا حاجه بسيطه، في حين ان سمك البوري بيوصل لاوزان كبيره. يعني ممكن السمكه الواحده توصل لكيلو ونص او 2 كيلو كمان. سمك البوري اسمه السيك ليب ميوجل، في حين ان الطبار اسمه السن ليب ميوجل. سيك ليب يعني شفاه غليظه، يعني شفاه تخينه. سمك البوري زي ما احنا شايفين كده راسه عريضه مفلطحه، راسه تخينه مفلطحه، شايفين راسه قد ايه ما شاء الله. البوري راسه عريضه، بقه على شكل نص دايره اهي، في حين ان سمك الطبار راسه صغيره. راسه اهي شوفوا صغيره مدببه رفيعه. دي حاجه مميزه جدا بين البوري والطبار، ان البوري راسه تخينه راسه عريضه، في حين ان الطبار راسه رفيعه. الطبار اللي هو تحت ده راسه رفيعه ومدببه. علامه تانية برضو مميزه جدا بين البوري والطبار، شايفين الزعنفه دي؟ شايفين الزعنفه دي؟ الزعنفه دي اسمها الزعنفه الجانبيه دي. الزعنفه الجانبيه في البوري قدامها نقطه اهي لونها ازرق، في حين ان الزعنفه الجانبيه دي في الطبار النقطه دي لونها اسود اهيت. ده الطبار، ودي الزعنفه الجانبيه، ودي النقطه اللي قدامها اهي لونها اسود. طبعا برضو الناحيه التانية يعني الناحيتين، لو جينا برضو الناحيه التانية اهيت اهي الزعنفه الجانبيه، والنقطه اللي قدامها دي اهي لونها اسود. النقطه دي اهي لونها اسود. ده في الطبار، في حين في البوري اهوت النقطه اللي بنقول عليها دي اللي قدام الزعنفه الجانبيه النقطه لونها ازرق، ازرق بتلمع اهي. الناحيه التانية برضو، ما هي على الناحيتين يا جماعه، الزعنفه على الناحيتين والنقطه على الناحيتين اهيت لونها ازرق. لو جينا شفنا الفرق ما بينهم اهي واضحه خالص اهي، دي لونها اسود في الطبار ولونها ازرق في البوري. واضح برضه اهوت ان الراس قد ايه رفيع وصغير ومدبب في الطبار، وقد ايه تخين ما شاء الله في البوري اهوت. لو جينا برضه كده شفنا كده اهي، ده فرق الراس بين الطبار وبين ده الطبار وده البوري اهوت. ده عريض ومفلطح وده رفيع ومدبب. نقطة مهمة جدا في الفرق بين البوري والطبار تعتبر من أهم نقط التفرقة. شايفين العين بتاعة الطبار؟ العين شفافة أهي واضحة، العين شفافة. طيب بص كويس قوي في عين السمكة وانت بتشتريها. بص كده على بص كده على البوري، في غشاء دهني ان شاء الله يكون واضح اهوت في الكاميرا اهوت. شايفين ده هو اللي بيلمع ده في الجنب ده، ومن الناحية التانية برضو اهو. طيب نشوف كده العين التانية برضو واضح فيها، هيكون واضح ولا لأ؟ في غشاء دهني كده في الجنب من هنا، وفي غشاء دهني في الجنب من هنا. لو هو مش واضح قوي في الكاميرا انا هحاول ان انا ارفعه لكم بحاجه عشان خاطر يبقى واضح. انا جبت دبوس اهوت تمام عشان احاول ان انا ارفع بيه الغشاء دوت. انا جبت دبوس عشان ارفع بيه الغشاء ده اهو اهو، ومن الناحيه التانية برضو اهو. ثواني اهو اهوت، مش عارفه برضو كده واضح ولا لا اهو.
تعالوا نشوف برضو الناحية التانية دي هنا كده اهو الغشاء اهوت، وهنا برضو الغشاء اهو واضح. غشاء العين اهوت، الغشاء اللي حوالين العين. عايزه اوضح لكم اكتر النقطه دي لان النقطه دي مهمه جدا. ادي عندنا اهيت عين السمكه اهي، ادي عندنا عين السمكه اهي، ادي عين السمكه اللي هي الدايره دي اهيت، في غشاء دهني حواليها من هنا كده وغشاء دهني من هنا كده اهو. اللي انا بظلله بالرصاص ده هو ده الغشاء اللي انت هتلاقيه موجود، او بيكون طبعا شفاف اهوت. دي طبعا السواد بتاع العين، وده عليها غشاء دهني شفاف. الغشاء ده موجود من الناحيتين، موجود هنا من هنا كده وموجود من هنا كده. لما تلاقي الغشاء الدهني ده الشفاف ده موجود على عين السمكة يبقى إذن دي 100% دي بوري. طيب دلوقتي انت عايزة تشتري سمك بوري، وشفت الفيديو ونزلت السوق وشفت كل العلامات اللي قلنا عليها واشتريت السمك، وده بالفعل سمك بوري، بس انت برضو لسه شاكة ومش متأكدة وعايز تعرفي إذا كان ده سمك بوري ولا طبار. هل في علامة تانية تتأكدي بيها إذا كان السمك ده بالفعل بوري؟ أيوة فيه، بس احنا هنا هنضطر إن احنا نفتح بطن السمكة. في حاجة في السمكة اسمها بايلوريك سيكاي، دي موجودة في كل السمك، بس عدد البايلوريك سيكاي دي أو الزوائد دي بيختلف من سمكة للتانية. عددها في البوري 2 زي ما واضح في الصورة كده، وعددها في الطبار من 4 ل5. دي علامة مميزة جدا في الفرق بين البوري والطبار، بس هنضطر احنا نفتح السمكة. طبعا هي سمكة الطبار سمكة مش وحشة، بل بالعكس هي سمكة جميلة جدا وبتستخدم في وصفات كتيرة جدا، سواء بقى هنستخدمها مثلا مشوي بالردة أو سنجاري أو تعملها صينية في الفرن أو أيا كانت الوصفة. وفي ناس كتير أصلا بتفضل الطبار عن البوري، ولكن لو انت بتشتري السمك ده عشان تعمل منه فسيخ أو تكسر منه فسيخ فالأفضل طبعا هو البوري. البوري بيبقى ملحم كده وزبدة، في حين إن الطبار لما يتعمل فسيخ بيبقى مملح وناشف، مش بيديك النتيجة المرجوة للفسيخ. اخر نقطة عايزة اقولها ان في تجار كتير بتستسهل وبتقول على الطبار ان هو بوري، بما ان هما الاتنين نفس الشكل ونفس العيلة، وان لفظ بوري هو اللفظ الشائع، فممكن التاجر يقولك ان ده بوري وهو في الاصل طبار، ولكن يديهولك بسعر الطبار، فده ما يعتبرش غش، هو بس استسهل وقالك اللفظ الشائع اكتر واداهولك بسعر الطبار، فانت كده ما اتخدعتش وانت كده ما اتغشتش. والمفروض ان انتوا بعد ما شفت الفيديو ده ما يضحكش عليكم تاني. ما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتري الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.